السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة بقى عندنا حواوشي، بس ايه خطير بجد، طعمه طالع روعة حقيقي، حلو جدا جدا بجد والله. وانا بعمله من فوق كده، بحمره من فوق في الطاسة او الجريل. بيطلع جميل جدا. بصي يعني، ولا هو بيطلع اللي هو الطري اللي هو تحسيه طري خالص كده. بصي يعني، وانتي بتاكليه تحسي ان هو طري من جوه ومقرمش كده من بره، خطير. وبصوا عاملين كمية قد ايه، بنص كيلو. هنضيف عليها مكون تاني هيزودها شوية. بصوا النص كيلو عندنا عامل ازاي، يعني تحس ان هو مش هيعمل لك حاجة يعني. آه هنضيف عليه مكون تاني كده، هيكتره وهيعمل لنا كمية حلوة. هنا عندنا اتنين، وحدتين طماطم ووحدتين فلفل رومي وبصلتين وفلفل حراق. عندنا التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل اسود وكمون، بهارات حواوشي، 7 بهارات. تمام. ده بقى المكون اللي هيزود لنا الكمية وهيضاعف لنا الكمية بجد. هي مجرد نص كوباية برغل انا نقعتها أه وحطيتها على اللحمة بتاعتنا. الاول هدي فرمة كده للخضار بتاعنا، وبعد كده هحط عليه اللحمة والبرغل ياخدوا برضو فرمة مع بعض، اهو زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى اللحمة وهحط البرغل وهحط التوابل، هحط الحاجة بتاعتنا كلها. انا نسيت اقول لكم، في توم باودر وبصل باودر انا حطاهم كمان. بص انا ضربتهم ضربة في الكبة، وبرضو ايه يعني، حسيت ان انا لازم برضو ايه اعملهم بايديا يعني، ادعكهم كده بايديا. تمام. عندنا بقى العيش، انتوا زي ما انتوا حابين عيش كبير، حابين عيش صغير، حابين تعملوا الرغيف على بعضه. تمام. تقسموه زي ما انا بقسمه كده. انا بقسمه كده ليه؟ علشان لما الولاد يجوا ياكلوه يبقى سهل عليهم يمسكوا الساندوتش في ايديهم كده، يبقى سهل ان هم يعرفوا يمسكوه. وفي نفس الوقت ايه، ما اقعدش بعد ما اعمله لو هو رغيف على بعضه ان انا ايه آه، اقطعه نصين، بيبقى لسه سخن جامد يعني. طبعا اللحمه بتاعتنا فيها نسبه دهون طبعا، علشان ايه؟ علشان بتخلي طعم الحواوشي اكتر. انا لما جبتها من الراجل قلت له عايزه فيها نسبه دهون علشان الحواوشي. انا هنا اهو بحط. تفرزي اللحمه كويس جدا جدا، خليها مفروده، مش ما تكونش طبقه سميكه، تكون طبقه رفيعه بس. وفي نفس الوقت برضو تبقي فردها في الساندوتش كله او في الرغيف كله. الرغيفين دول بقى انا هحط فيهم جبنه موتزاريلا، بيبقى طعمه تحفه تحفه للي بيحب الجبن والحاجات ديت. لو عندك اي خليط جبنه موتزاريلا، شيدر، رومي، اي حاجه عايزاها حطيها هتبقى حلوه قوي. هنا بقى انا عندي الطاسه على النار، هحط فيها معلقتين زيت. وكان عندي كمان انا باخد الدهن الزياده في اللحمه وباخده بفرمه. تمام. وبسيحه كده، بيبقى عامل زي الايه، بس بيبقى يعني مش بيدي ريحه اللي هي القويه قوي اللي ممكن الولاد ما يرضوش ياكلوه بسببها يعني. فحطيت برضو معلقه مع الزيت. الاول بتبقى معليه النار علشان ياخد اللون ده كده، وبعد كده بتوطي النار علشان اللحمه تستوي. بمجرد ما بتستوي خلاص بترفعيه من على البوتاجاز. في بقى انا كمان عملت حاجه كمان انا بس دي ما صورتهاش. انا عملت فحمايه، ولعت فحمايه وخدت كام رغيف كده لوحدهم، حطيتهم حطيت معاهم الفحمايه ودخنتهم بقى، ريحته مدخن وجميل قوي قوي. يعني ممكن تعملوه كله كده للي بيحب الحاجات المدخنه، وممكن تعملوا جزء منه لو في حد حبه كده يعني. بص انا باخد كمان من الدهون اللي في الطاسه، بدهن برضو الرغيف بتاعنا. بص هو ممكن على البوتاجاز بياخد وقت شويه، بس بصراحه بيبقى اجمل من ما بيتحط في الفرن. يعني انا جربت الاتنين، انا عن نفسي بحب اللي بيتعمل في الطاسه اكتر من اللي بيتعمل في الفرن. بس يعني حتى الوقت اللي بياخده برضو مش كبير قوي للدرجه يعني.
تمام. انا هخلصه كله بقى، هنعمل طبعا معاه شويه سلطه طحينه ومخلل. عايزين بقى تعملوا اي حاجه جنبيه، بطاطس محمره، مكرونه. انا بالنسبه لي هما بياكلوه كده لوحده، مش محتاج اي حاجه تاني جنبه يعني. ما شاء الله النص كيلو عمل كميه معايا كبيره جدا، زي ما انتوا شايفين كده. لما ضفت عليه طبعا البرغل، ممكن على فكره تزودوا كمان البرغل يعني. جربوه بقى، قولوا لي رايكم ايه، وبألف هنا وشفا. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كميه قد ايه، ما شاء الله يعني.